اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وليمة السمك الجميلة اللي انتوا شايفينها دي كانت عبارة عن شوية سمك بسارية وشوية سمك مكرونة، بس كانوا زي العسل. وعملنا كمان معاهم سمك سنجاري في الفرن، وده بطل الوصفة بتاعتنا النهاردة. هنعمل أحلى شوية سمك. يلا نسمي الله وندخل نشوف مقاديرنا. المقادير زي ما انت شايفاها، لوحة فنية من الخضار. عندك طماطم متقطعة مكعبات كده، وعلى قد ما بتقدري تاخدي اللحم بس بتاع الطماطم، مش عايزة مية. وعندي بصل متقطع جوانح رفيعة، أو التقطيعة اللي تعجبك بس تكون رفيعة. وعندي فلفل متقطع كمان، وبصل مبشور، وشوية خضرة، شبت على كزبرة على بقدونس. هيخلي السمك في منتهى الجمال. عظمة عظمة عظمة. بصوا زي ما قلتلكوا، كانت لوحة فنية. وطبعا مش هننسى بقى البهارات بتاعتنا. احنا يا دوب السمك بيحب كمون، كزبرة ناشفة، وعندي بهارات السمك انا اشتريتها من عند العطار، والملح طبعا على حسب الرغبة. بس كده. ايه رأيكم بقى في الالوان اصلا؟ والشكل بتاع الخضار لوحده اصلا يفتح النفس. وعايزة اقولك كمان ان الخضار اللي بنحطه في السمك السنجاري واحنا بنسويه بيكون نص سوا، يعني الخضار لسه فيه قرشة بتاعته، لان احنا بنكمل وبنحطه في الفرن، فبيكمل السوا بتاعه بقى، وبياخد ويدي كده مع السمكة في الفرن. بيبقى في منتهى الجمال. جبنا شوية زيت وحطينا فيهم البصلة عشان نشوحها، وطبعا معاها شوية ملح، ونبدأ نشوح فيها كده زي ما انت شايفه. بس يا ست الكل، يا دوب البصل يدبل كده، وهنزل كمان بالجزر بتاعي المبشور. هما دول بياخدوا اكتر وقت شوية في السوا. وزي ما اتفقنا احنا مش بنسوي سوا كامل، احنا بنسوي نص سوا. عايزة الخضار فيه قرشة زي ما اتفقنا. هديله التقليبة برضو التمام كده، وبعدين هشوف المكون اللي بعده. عندي هنا بقى معلقة من التوم. انا التوم ده دقاه وحاطه فيه كزبرة ناشفة، وحاطة كمون وقرن فلفل، والبهارات بتاعتي بقى بهارات السمك دي ما بستغناش عنها خالص. وطبعا الليمون، السمك بيموت في الليمون والكمون. بديله بقى التقليبة الجميلة كده مع الجزر والبصل. وأول ما هشم ريحة التوم هشوف المكون اللي بعده على طول وهحطه. تفتكروا هيكون ايه المكون اللي بعده؟ اكيد اكيد هو الفلفل. بس بتأكد ان خلاص الجزر والبصل خدوا التشويحة كده وبدأ ان هو يدبل. هحط بقى شوية الفلفل، وهديله برضو تقليبة كده مع البصل والجزر ومعلقة التوم، اللي بتودي بقى الخضار ده في حتة تانية خالص، بتخليه في منتهى الجمال. بدي تقليبة كده بسيطة، يا دوب احس بس ان هو بيشم النار وبيبدأ يدبل. تمام التمام. هنزل بعد كده على طول بالطماطم. وزي ما قلتلك الطماطم احنا بناخد منها اللحم بس، انا مش عايزة المية والبذر اللي فيها. هينزل على السمك وهيطريه، وانا عايزة السمك بتاعي يبقى ناشف ويشرب من التتبيلة بتاعة الخضار كلها. انا عايزة اقولك ان الخضار ده بيتخانقوا عليه في البيت عشان ياكلوه. اخر حاجة انا بنزل بيها بقى هي الخضرة، علشان احافظ على لونها الاخضر، وكمان طعمها يبقى باين في الاكل زي ما هو. بظبط بقى الخضار بتاعي ده بالتوابل بتاعتي. قلنا زي ما اتفقنا ان التوابل بتاعت السمك بسيطة جدا. شوية ملح، شوية كمون، شوية كزبرة ناشفة، وبهارات السمك. بس كده يا ست الكل. وبكده يعتبر ان الخضار بتاعي خلاص كده خلص تمام التمام. هركنه على جنب واسيبه يبرد بقى شوية، واشوف بقى هعمل ايه في الثلاث سمكات بتوعي الحلوين.
بصوا كده شكله، بصوا الالوان اصلا بتاعت الخضار. انا هنا فتحت السمك زي ما قلت لكم. السمك السنجاري بيتفتح من الظهر. انا جبت الثلاث سمكات بتوعي فتحتهم من الظهر، وتبلتهم بقى شوية كمون وشوية كزبرة، وحطيت ليمون كمان، وحطيت التوم اللي انا قلتلكوا عليه، دقيته ده مع فلفل اخضر وليمون، حطيته كمان وعملت بيه السمكة كده. بس كده خلاص. في قعر الصينية بقى بتاعتي انا جبت بطاطساية وقطعتها شرايح زي ما انتوا شايفين، وحطيت عليها من الخضار اللي انا هحطه على السمك. بصراحة البطاطس اللي بتبقى تحت في الصينية بتبقى أطعم كمان من السمك. يعني عايزة أقول لكم البطاطس أجمل كتير، وبيفضلوا يتخانقوا عليها بقى. بس هبدأ بقى أحط الخضار بتاعي، خلاص كان برد تماما. هبدأ إن أنا أحطه بقى على السمك من فوق كده زي ما انتوا شايفين، واتأكد ان كل سمكة عليها مقدار كافي من الخضار. السمكة دي لما هتخش الفرن بقى مع الخضار ويشربوا كده من بعض، هتبقى في منتهى الجمال. حاجة كده كانت عظمة عظمة عظمة. بصوا، لوحة فنية، انا برسم لوحة فنية مش بحط خضار. بس كده تمام التمام. في اسهل من كده؟ زي الفل. حطيت كل الخضار اللي عندي على السمك زي ما يكون ماسكة ريشة وبرسم، مش ماسكة معلقة خشب وبقلب بيها الخضار. جربوها بالطريقة دي بجد هتعجبكم جدا. كده خلاص تمام التمام. شايفين الجمال والحلاوة؟ زي الفل. نحط بقى شوية من الشرايح بتاعة الليمون على كل سمكة كده. يعني قطعنا ليمونتين تقريبا وقطعناهم شرايح رفيعة، حطيناهم على كل سمكة. كل ده هيتطعم من بعضه وهيديني طعم عظمة عظمة عظمة. في الآخر خالص بحط رشة من الزيت على وش كل سمكة عشان تلمع لي بقى الخضار ده وتلمع السمكة كمان، ويبقى شكل الطبق بتاعي في الآخر جميل. بس كده خلصت الشغلان. يلا على الفرن ونحطه، وهوريكم دلوقتي لما يطلع هيبقى شكله ازاي. ممكن تعمليه في عزومة، بجد هيشرفك جدا قدام ضيوفك، وشكله جميل جدا لما يتحط على السفرة. بصوا لما طلع بقى من الفرن مع شوية بقى رز أبيض كده، ممكن تعمليه، أو مع شوية رز صيادية جنبه سلطة طحينة وسلطة خضراء، وزي الفل. أحلى أكلة وأطعم أكلة تعمليها بإيدك لولادك. لا تشتريها من بره غالية، ولا كمان تبقي مش عارفة اتعملت ازاي. كده انت ضامنة نظافتها، وضامنة كمان المكونات اللي اتحطت فيها، انت عاملة كل حاجة بإيدك. ما تنسيش اللايك لو عجبتك الوصفة، وأول مرة تشوفيني ما تنسيش الاشتراك في القناة.